كاس مصر بعد 5 سنوات، تقول ايه لجماهير الزمالك النهارده وتقول ايه للعيبه؟ الحمد لله طبعا على البطوله، بقالنا فتره كبيره ما خدناش البطوله، وكنا بنتمنى نفرح راح الجمهور ده من بدري. يمكن السنه دي كانت فرصه كويسه والحمد لله قدرنا نفرحهم النهارده، الناس اللي جت دي كلها والناس جمهور الزمالك العظيم كله. عمل ايه تهدي البطوله دي لمين؟ طبعا لروح الشهيد عمرو حسين بهديها له طبعا، وبتمنى له ان شاء الله يبقى في الجنه ان شاء الله. اشكرك جدا كابتن احمد، الف مبروك. كابتن هاني سعيد مدافع نادي الزمالك ونجم الفريق، الف مبروك على بطوله الكاس. شكرا. الف مبروك يا هاني، طبعا شايفين الروح من جماهير نادي الزمالك كلها سعيده بالبطوله. هاني سعيد شاف البطوله ازاي؟ والله يمكن الحمد لله بطوله بنضيفها لاسم نادي الزمالك ولانفسنا، يمكن بنعوض الجمهور دوت اللي سيبه بقاله سنين على الفرقه. فعلا الجمهور ده من احسن الجمهورات اللي موجوده في مصر والوطن العربي وافريقيا. الحمد لله. شيكا الحمد لله. يمكن بنعوضهم شويه وبنخليهم يفرحوا على قد ما هو البطوله ان شاء الله تدينا دفعه على البطولات اللي جايه. مين يدي البطوله لمين؟ بهديها لجمهور الزمالك، لان هو ده اللي تعب والناس دي فعلا لازم تهديها البطوله، لان هم دول اللعيبه رقم واحد في النادي. مش هقول لك اللعيبه 15، لا دول اللعيبه رقم واحد، ويا رب يفضلوا يحبوا نادي الزمالك كده، لان هم فعلا يستحقوا كل حاجه حلوه ان شاء الله. مبروك يا هاني، ويعني ان شاء الله دايما بالتوفيق في نادي الزمالك. شيرين ممكن فانيلا؟ كابتن حازم امام نجم نادي الزمالك، يعني واحد نجوم هذا اللقاء. قول لي بقى ايه رايك في الفرحه بتاع جماهير الزمالك؟ يعني اكتر حاجه مفرحانا طبعا مع البطوله ان احنا شفناها اول مره، يعني من فتره كنا نشوفهم فرحانين جدا، فدي اكتر حاجه بسطتنا الحمد لله. حازم، يعني كنت شايفين ان انتوا لازم تقدموا حاجه للجماهير الفتره دي، لان الجماهير كانت مضغوطه بسبب طبعا بعض الاحداث السلبيه اللي حصلت في النادي. تهدي البطوله دي لمين غير جماهير نادي الزمالك؟ اكيد طبعا الشهيد عمرو، طبعا دي احنا كان ناس كتيره كان بيكلمنا، واحنا كان من جوانا الفرقه كلها كان من جواها ان احنا نفسنا نعمل حاجه، والجمهور ده برده عشان بقاله فتره كبيره ما فرحش، والحمد لله رب العالمين بدات بطوله الكاس، وان شاء الله يبقى في بطولات ان شاء الله. تفتكر وجودك دكتور كمال درويش على راس قياده نادي الزمالك فارق مع اللعيبه نفسيا حتى؟ اكيد طبعا، مجلس محترم مساندنا، كان وشه حلو زي ما بيقول، يعني هو كان المجلس البطولات اللي فاتت كلها كانت مع المجلس مع الدكتور كمال درويش، فالحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا معاه النهارده وشه حلو الحمد لله. نجم نادي الزمالك ويعني احد نجوم هذا اللقاء، يمكن رغم المشاركه في وقت قليل في هذا اللقاء، ولكن كان ليه تاثير كبير قوي في الملعب. تقول ايه يا محمد لجماهير نادي الزمالك النهارده وتقول ايه بعد فوزك؟ قالوا لنا ارتونا وشرفونا وان شاء الله نقدر نفرحكم على طول، وان شاء الله دايما تكونوا مشرفينا كده بالنظر الجميل. محمد شرف كبير من البطوله، وان شاء الله يعدلوا بطولات كتير ان شاء الله الفتره الجايه. كابتن نور السيد نجم وسط نادي الزمالك، مبروك على البطوله الغاليه، وتقول ايه؟ كابتن نور السيد نجم نادي الزمالك ولاعب وسط ملعب فريق الزمالك، يعني تقول ايه في البطوله الغاليه في الظروف الصعبه اللي مر بيها نادي الزمالك؟ تقول ايه لجماهير الزمالك وتقول ايه لنفسك، يعني تهني نفسك ازاي؟ اولا انا بشكر الجمهور الجميل اللي معانا من اول دقيقه لاخر دقيقه في الملعب، والحمد لله احنا قدرنا نحقق له بطوله غايه بقى لنا 5 سنين من بطوله الكاس ديت، كنا عايزين نفرحه في افريقيا بس الحمد لله ما كانش في نصيب، والدوري اللي فات اللي ما كملش، بس الحمد لله بنديله الفوز دوت كبير، والكاس اللي تعبنا من اول ماتش والحمد لله كان كلها نتائج ايجابيه، وفي ظل الظروف الصعبه والجو انت عارف ان الارض، يعني نشكر نادي الجونه طبعا، بس الحمد لله على كل حاجه، على الارضيه انت عارف، كنا نتمنى يبقى في القاهره وفي وسط جمهور اكتر من كده تاني، بس الحمد لله الجمهور مشرفنا النهارده، والحمد لله مبروك لينا طبعا اول بطوله مع نادي الزمالك، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. قول، يمكن انت من الناس اللي حافظه الملعب ده، ومع ذلك النهارده كان الهواء معاكسكم شويه، تحس ان ملعب الجونه النهارده كان ضدك شويه؟ الحمد لله والله، بس هي الارضيه مش مساعدانا شويه في حته التصويب والكلام ده، بس الحمد لله طبعا قدرنا نعمل كل حاجه النهارده، وقدرنا نجيب جون واثنين وثلاثه، كنا ممكن نجيب اكتر من كده، بس الحمد لله طبعا بنهدي الفوز الكبير للاداره والجهاز الفني اللي تعب معانا واللعيبه كلها الرجاله بصراحه الحمد لله. مبروك يا نور.